الجبهة من الأمام، وبرضه لعلاج تساقط الشعر من الرأس. أنا ما زلت في البداية، ولكن لو استمرت على هذا الشكل لمدة سنتين هفقد كتير من شعري. وهل زيت ريتاج فعال في المناطق التي قلت عليها؟ استاذ احمد، احنا قلنا هو مبدئيا زيت الريتاج متساويه من الزيوت الاتيه: زيت جاجوبا وزيت املج وزيت سمسم وزيت جرجير وزيت زيتون وزيت روزماري، ولو في قشره هنحط زيت جوز الهند او زيت صبار، حاجه من الاثنين. اقول لك تاني يا امجد، وده هيبدا ستارتنج فروم هير، يعني نبدا من اول هنا، من اول بدايه الشعر لحد اخر شعري. كراجل هدهن هغسل شعري مره كل يوم، كست هغسل شعري مرتين بالكتير قوي 3 لو شعري دهني. نعم. او زيت صبار. تمام. كميات متساويه منهم، هحطهم في ازازه بعد ما اغسل شعري. لو انا ست هغسله مرتين في الاسبوع، بالكتير قوي 3 لو شعري دهني، ولو انا راجل هغسل شعري كل يوم. نعم. وهحط الزيت ده بعد الغسيل مباشره مرتين او 3 للستات، وكل يوم للرجاله لمده 3 شهور 3 مانثs. ما ينفعش ابقى هستخدمه اسبوع او 2 واقول ما جاب نتيجه او ما جابش خالص.